اليوم رح نعمل سوا باستا محشية بجبنة الريكوتا. أول شي رح بلش بعمل العجين. رح حط 2.5 كوب طحين زيرو، واعمل حفرة صغيرة بالنص، وزيد عليهم بيضة ونص كوب سبانغ بيوريه ومعلقة كبيرة زيت زيتون ومعلقة صغيرة ملح وعصرة ليمون حامض. ورح بلش أخفق الخليط بالشوكة وجمع عليه طحين شوي شوي. بعدين بشيل الشوكة وبلش بعجن بإيدي. وبهالوقت خليني أخبركم كيف عملت سبانغ البيوريه. ودوبت 3 كوب سبانغ مثلج وزدت عليهم مي لحد ما صاروا نص كوب وحطيتهم بالبلندر لحد ما انخفقوا معي وصاروا بيوريه. وهلأ بلشت العجينة تجهز عندي. لازم تكون العجينة قاسية مش طرية. بغلفها بنايلون وبتركها ترتاح نص ساعة. وهلأ رح بلش جهز الحشوة. بحط 300 جرام جبنة ريكوتا بالخلاط وبزيد عليهم معلقة صغيرة برش ليمون حامض وبعض من أوراق إكليل الجبل ومعلقة كبيرة زيت زيتون ونص معلقة صغيرة ملح. وبالآخر بحط ربع معلقة صغيرة فلفل أسود وبشغل الخلاط لحديد ما يمتزجوا مع بعض. بحطهم بكيس الكريمة وبخليهم على جنب لجهز العجين. بجيب العجين بعد ما ارتاح وبقطعه بالنص وبضيف الطحين وبفرد بالشوبك قبل ما ادخله بمكنة فرد المعكرونة. وببلش على رقم 1 وبفردها. لما خلص فردها طويها على بعضها وبرجع فوتها بالمكنة لأفردها مرة تانية. بكرر عملية الفرد لحد ما أوصل على الرقم 6. وهون بتكون صارت جاهزة معنا. قطع العجين ل4 قطع بالطول متساوية. وبوزع عليه خليط الجبنة قبل الوسط بشوي مثل ما شايفيني عم بعمل. بسكر عجين على بعضه وبتأكد انه تسكر منيح. وبلش اضغط بإصبعي على العجين بالطريقة اللي عم تشوفوها. وبرجع بسكرهم وبقلبهم شوي. وبجيب قطعة اللي عليها زيكزاك ومشيها على الأطراف لأتأكد إنه العجين لصق معي منيح. وبرجع بستعملها لقطع العجين حبة حبة. وهلأ صاروا جاهزين معنا. وهلأ خلينا نطبخهم مع الصوص. بطنجرة على النار بحط لتر مي مع معلقة صغيرة ملح وبتركهم ليغلوا. وبمقلي بحط زيت زيتون على نار هادية وبضيف عليهم 12 حبة بندورة كرزية وسنين توم مفرومين ناعم وربع معلقة صغيرة ملح. وبزيد عليهم ربع معلقة صغيرة رقاقات الحر ورشة فلفل أسود. وبحركهم لحد ما تبلش بندورة تدبل عندي. وبهالوقت بتكون المي بلشت تغلي. بضيف فوقهم 18 حبة من الباستا المحشية اللي حضرناها وبتركها لتستوي. وبهالوقت برجع بقلب البندورة. ولما تطوف الباستا على الوجه هذا دليل انها استوت. بصفيها من المي وبحطها فوق البندورة وبقلبهم مع بعض. وبزيد عليهم أوراق الحبة. أنا هون عم قصهم بالمقص بس أكيد فيكم تعملوهم بإيدكم أو بالسكين. وبزيد عليهم ربع كوب من مية سلق الباستا
وبقلبهم مثل ما شايفين. وهيك المعكرونة بتصير جاهزة للتقديم. بحطها بصحن وببرش فوقها جبنة البارميزان وبزينها بأوراق الحبق. طبق باستا من أطيب ما يكون، بنصحكن تجربوه وألف صحة وهنا.